بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم ان شاء الله في الحلقه الثانيه مع الحاج محمد عباس في مواصفات والتقليب وقصه الحاج محمد مع الحمامه الشلباز. خلصنا اول الحلقه وان شاء الله معاكم في الحلقه الثانيه. وصلنا مع حضرتك بقى ايه في مراحل التطوير وبدايات حضرتك والكلام ده كله. سريعا كده عايزين نعرف برضو اللون المحبب لقلب حضرتك. يعني في الالوان احنا عرفنا ان هو الابيض، تمام، ومحدش كان بادئ مع حضرتك في التطوير في الالوان الثانيه، عشان كده الابيض هو اللي ركب في المواصفات ووصل بسرعه للمواصفات القياسيه. طب نعمل ايه الفترة اللي جاية عشان خاطر الألوان تظبط معانا؟ هي في يعني متوفر في حمام كويس بس مش بالكثرة زي الأبيض. محتاجة الناس تركز في بقية الألوان. ولو كل مربي عنده مواصفات كويسة في لون أصفر، أحمر، أسود، أزرق، ما يشغلش باله بقية الألوان، يخليه في اللون المحبب لقلبه تمام. عشان ما يتشتتش. لو كل مربي بيحب، واحد مربي مثال بيحب الأصفر، لقى الأبيض فيه بيع كويس، ما يتشتتش، ملوش دعوة. يركز في اللون، ملوش دعوه، ما ينشغلش ما ينشغلش باللون اللي بيتباع كويس، هيجي دور عليه. يخليه في اللون اللي هو بيحبه. تمام. هيوصل فيه المستوى تمام، واكيد برضه راقي حركة، جدا. واكيد حركة السوق هتوصل له. طبعا تمام. لكل مجتهد النصيب، الموضوع ما فيش فيه كلام يعني. الله عز وجل يعني طبعا مش هيضيع اجر من احسن عمل ابدا. طبعا. اي واحد فينا هيجتهد وهيتعب، الله عز وجل لن يضيع اجره. تمام. فالمشكله ان ممكن مربي يكون عنده لون كويس وبدأ السوق يعني ينسحب او يروح للون تاني، فهو خليني في لوني. يجي له يأس، مم. يقول لك انا بدأت اتعب، فينزل من السلم الدرجة اللي هو طلع، يروح نازلها درجتين عشان يحاول يروح للون التاني. تمام. لا يوصل لده ولا بالظبط. يطلع لده، يبقى خسر الاثنين. ايوه ايوه. فالمربي بيحب الاسود، ركز في الاسود، مش بقول لك ما تربيش ابيض، بس انت عايز تخلي الاسود زي الابيض، مش اقل من 3 سنين، 5 سنوات. عايز تخلي الازرق زي الابيض في نفس المستوى في نفس الجمال، من 3 سنوات ل5 سنوات. والحمامه القويه ما تفرحش ببيعها، بالظبط. لان انت النهارده الحمامه القويه بتبيعها ب5 ب10 ب20 الف ب50 الف. لو انت حافظت على الحمامه دي وفي يوم من الايام هي مش بفلوس، ولانه طبعا ده مثال خطا، عمرها طبعا لا هتبقى بفلوس وهتبقى بارقام خياليه، لان الحمامه الكويسه لو ما حافظناش عليها تندثر. بالظبط. فاذا انت الحمامه القويه مهما يعني يوصل سعرها لرقم كبير، انت ما تستعجلش في بيعها، مش حبا في المال، عشان يبقى عندك سلالات منها. خلاص انت عملت جيل اول تاني تالت، اب جد ابن 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 ابن، خمسه في ال5 سنوات، وصلت ال5 سنوات لل5 وال5 اقوياء، خلاص اثبت، هيطلع بعد كده انت هتبيع. بالظبط. مش بقول ان احنا نعمل، انما لو فقدت الدم من البدايه مش هعرف اعمل حاجه، خلاص هرجع لورا. خلاص انا كده هدور، يعني انا بدل ما كان عندي الدم وانا شغال بيه، انا كده ابدا ادور عند الناس. لو سمحت في دم من الحمام بتاعي، طب ما هو كان موجود. بالظبط. فدي نقطه مهمه ان الناس تشتغل على بيت الالوان وتبقى موفقه. يعني بتحب الاحمر خليك في الاحمر، بتحب الاسود خليك في الاسود. تمام. طب الحمامه الشلباز بتقبل التطوير زي بقيه الحمام وبتستجيب بسرعه معاك في الشغل ولا بطيئه شويه؟ لا 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 تستجيب طبعا. بس هو كل ما هتستخلص هي عباره عن ايه؟ انا بشبهها بالظبط زي عصاره العصير. تمام. عصاره العصير القصب دي انت بتحط فيها عود القصب، فبينزل لك في الاول كوبايه، بتحطه تاني ينزل لك اقل، انت بتوصل مع الحمام لحد ما توصل للنقطه. لو كان عندك صبر ووصلت للنقطه دي، هي النقطه دي الكافيه في ان انت توصل لخلاص، انت وصلت لجين انت ممكن ما يبقاش عندك من الدم. بالظبط. انت بتوصل لجين جوه الحمامه جد مش موجود من 10 15 سنه. سبحان الله، طالع الحمام ده منين؟ من اللي هو من 10 15 20 سنه، يعني حمامه حاضره معاك. بالظبط. بدليل ان ممكن واحد ياخد مني فرد حمام، والله مش بعمل نفسي دعايه ولا حاجه، ممكن ياخد فرد حمام، هو ممكن ما يبقاش مقتنع بيه قوي، لما يجي ينتج يقول لك سبحان الله، وفي شهود على كلامي وربنا طبعا يشهد على كلامي، يقول لك سبحان الله الحمام طلع حمام غير اللي موجود خالص. بالظبط، عشان هو ابن حمام كويس، عشان هو الجين جامد، الاب جامد، الجد جامد. فانت لما بتدي منتج لواحد هو عرف ان الاب والجد والجد الجد وبتاع، جيب يتفرج. برضه يا حاج محمد في نقطه في الشلباز انا خدت بالي منها طبعا مع مجالي في التربيه،
الحمامه دي قريبه شويه من الغزار في حاجه اللي هو حضرتك كنت لسه بتتكلم فيها دلوقتي. يعني انا مثلا لو جبت فرد حمام في الزينه لونج فيس مثلا او جاكوبين او الكلام ده كله، فرد الحمام ده ممكن اخده بالنظر، اجيب فرد حمام مستواه قليل مش هيفرق معايا. انما الشلباز زي ما حضرتك بتقول ممكن تجيب فرد حمام مستواه مثلا يقل عن 60 70%. تمام، مش قصدي يعني عامه، انا قصدي يبقى من عند مربي قوي تمام عنده حمام يفلت معاه حمام جامد. دي كنا بنتكلم عليها في الغزار كتير، يقول لك ممكن تاخد سرده الغاوي ولا تاخد اجمد حاجه عند غاوي. الكلام ده مظبوط. ما تمام. تنزلش تدور في السوق على فرد حمام تاخده جامد مجهول الهويه. تمام. مجهول الهويه انت هيطلع لك حمامه شكله، وبعد كده الباقي الله اعلم بيه بقى. بالظبط. انما انت لما بتاخد فرد حمام مقصل الجين ده مقصل، المنتج ده مقصل، الاب شكله ايه والام شكلها ايه والست والعمه والخاله العيله كلها قويه. بالظبط. فهو الفرد هيجيب لك العيله كلها، هو هيجيب واحد بس شكله واحد بس شكله مش أيوة. مش يعني انت مش حابه، بس بقيه العيله حمام قوي جدا جدا. هتشوف المستوى اقل سن ده بقى يفرق جامد. ما تاخدش الطفره اللي بنت الحمام القليل او الطفره ابن الحمام القليل، خد الطفره بنت الحمام يعني الجامد وطفرته جامده، ده يفضل يجيب جامد على طول. تمام. وما تاخدش فرد حمام طفره ابن قليل، لا خد فرد حمام ممكن يكون مواصفات 50 قليل ابن طفرات مش طفرات، صح. ابن طفرات، لان ممكن يكون فرد جامد فراح مطلعك فرد قليل، تقول معلش اصل ابوه جامد انا هتحمل. أيوة. طب الجد ايه؟ الجد قليل؟ لا جامد. الجد خلاص هيرد الاهالي العافيه. هو خلاص هو بيجيب العيله كلها. ايوه. فاحنا يعني بنحاول على قد ما نقدر. يعني انا يعني لما حتى سئلت في الموضوع دوت، لما يجي يقول لي مثلا ايه يا محمد الحمامه جناحها لما بيبقى نازل، بقول له يا جماعه ده الطيور كلها. اليمامه نفسها الجناح بيبقى نازل فيها. الحمام الوزار اللي بعيد عن الشقلباز بالظبط جناحه نازل. كانوا بيتكلموا في النقطه دي كتير. هل هو ده شقلباز؟ ده مش شقلباز، دي مش من مواصفات الشقلباز، ده من مواصفات الطيور عامه. اليمامه فيها كده. البلدي الحمام اللي اتقال عليه عربي نازل جناحه نازل. فاذا ده جين، فالجين ده متواجد اذا يعني في الحمام. في ناس بقى بتشتغل عليه بتثبته عشان هو اليومين دول هو موجود في النبس موجود في البخاره كل حاجه. ايوه موجود في البخاره الجين الجناح نازل. البخاره نفسه هتلاقي فيه مستوى عالي شويه مستوى لازق، يبقى اذا ده جين. تمام. فالجين احنا ما نقولش عليه ستاندر. حمامه جميله حمامه جميله شكلها حلو. تمام. بس لما اجي انا اتكلم على ستاندر لا في كلام ده. طب لو في معرض وبنحكم وحضرتك بتحكم على حمامتين، حمامه ستاندر زي ما الكتاب قال او زي ما حضرتك يعني شايف ان دي مواصفات كويسه، وفرد حمام تاني فيه الطفرات الجينيه اللي موجوده الايام دي وسبتت، هدور على الجين اللي متواجد في الحمامه كلها.